حاجه اللي سردوا انا الملك. بصراحه تو ما عادش تصور ماكش تصور. احسن انسان سربيته في حياتي، توصل له ولا ما توصلوش الحكايه، اما احسن انسان على مستوى عالي سربيته في حياتي. تعرفش علاش؟ اخلاق وتربيه وتواضع. وفي الاخر عيط لنا شخص باش يصور معانا من غير ما كلمناه، من غير معناتها ما طلبنا منه شيء هذا، فهمني؟ فريمون تبارك الله عليه. كان مشي يتفرج فيها السيكونس هذه ولا اي مروكي يراو عندكم ملك تحفون برشا. وقلت لك عملنا له بريك تونسي، عملنا له مقرونه باللونغوس، اكل عادي ماهوش اكل فاخر. الاكثريه معناتها كلها معناتها غير البحر في الودمير وكل، فهمني؟ اما تبارك الله عليك. والله اكلات عاديه، مش اكلات زعما نقولوا احنا اكلات اللي هي غاليه، عاديه. شي حاجات فرويد مير غري، دي سالاد، خذاو دي روزوتو، خذاو دي سباغيتي وفرويد مير، خذاتو سلطه مشويه تونسيه. زعما حاجه مش حاجه اللي هي غاليه سوم معناها سوم نقولوا احنا خيالي، لا عادي جدا، فاتوره عاديه. وهذيك اللي استغربت انا تقريبا، خاطر دائما نحاول معناها الانسان اللي يكون معناها في هذوما اللي قلت لك الوفود الجيد الرسمي كيقولوا حاجات عادي جدا. بالعكس هو يقول لهم شنو تقترحوا عليا، انتم ما وكلونيش بغيتوا، انا ضيفكم، انا موجود في تونس في بلادكم ضيفكم، وانتم اقترحوا عليا شنو بغيت. كانوا اللي سيرفور كيقترحوا علي ونقبل. هو الحال دائما معروف ان المغاربه فين يمشيو في اي قنت في العالم يطلبوا الاتاي ديالهم. احنا جبنا له اتاي مغربي، مش اتاي تونسي، درنا له اتاي مغربي ودرنا فيه النعناع بزاف، وزدنا هذاك البندق التونسي. البندق التونسي دونك شرب اتاي مغربي بالبندق. عجبو ساله كامله، درناه ساله كامله.